السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير دايمًا وتكونوا بأحسن حال، اللهم آمين. ناس كتير بتسألني وبعتت لي تعليقات عشان بتسألني أبدأ أربي أنهي نوع بط لرمضان، أربي بلدي والّا أربي مسكوفي والّا أربي أبيض؟ بصوا يا جماعة بصراحة كل نوع وليه مميزاته. أنا عن نفسي جربت كذا نوع قبل كده، لكن السنة دي بقى أنا حبيت أشارككم أنا جبت إيه السنة دي لرمضان. ده اللي أنا بالنسبة لي كنت شايفاه الأنسب والأحسن لرمضان، اللي هو البط المولر، أو يعني زي ما في بعض الناس كده بتسميه البط البغال. فأنا بقى الفيديو ده هاقول لكم أنا ليه، يعني إيه سبب اختياري بالذات للبط المولر، وإزاي تقدروا تربوا البط المولر من عمر يوم لحد عمر الأكل، أو لو حتى كنتم حابين إن أنتم تعملوا منه مشروع وتطلعوا منه مكسب قبل رمضان 2026. كل سنة وأنتم طيبين. فكده كل الناس اللي عايزة تربي بط الأول شوفوا بس الأول الفيديو ده، والناس اللي عايزة تربي البط المولر بالذات شوفوا الفيديو ده، لأن هتلاقوا فيه معلومات مفيدة جدًا، جدًا هتفيدكم في تربية البط المولر بالذات أو البط البغال. بس كمّلوا الفيديو معايا للنهاية عشان هتلاقوا معلومات هتفيدكم كتير. أول حاجة أنا طبعًا زي ما قُلت لكم كده أنا ليه السنة دي يعني اخترت البط المولر. أنا بالنسبة لي أنا باعتبره نوع كويس جدًا، وبالنسبة لي هو نوع ممتاز. طبعًا هو بقية الأنواع زي المسكوفي أو البلدي طبعًا طعمه لا يُعلى عليه وناس كتيرة جدًا بتفضّله، لكن أنا بالنسبة لي يعني حبيت المولر أكتر. عايزة أقول لكم أصل المولر أولًا إحنا بناخد منه وزن عالي، يعني هادّيكم كده مميزاته أو ليه أنا اخترته بالذات علشان خاطر أربيه السنة دي. أولًا إحنا بناخد منه وزن عالي وكمان بناخد منه لحم صافي، يعني ما فيش فيه دهون، بتلاقي كده طبقة كده قليلة أوي كده من الدهون. تاني حاجة بقى إن هو في وقت قليل بيجيب معايا وزن حلو أوي ووزن عالي. كمان مناعته بالنسبة لي يعني أقوى من المسكوفي، دي حاجة كده معروفة إن البط المولر مناعته أقوى من المسكوفي. فمن وهو صغير كده يعني بحاجات بسيطة جدًا الحمد لله رب العالمين اللي أنتم شايفينهم دول عمرهم شهر ونُص وأنا كنت جايباهم من عمر يوم. فالحمد لله شايفين الوزن يعني هو باين طبعًا أنا ما وزنتش لكن باين كده بالعين إنه ما شاء الله هو على عمر شهر ونُص ولسه كمان أهو ما كمّلش ريش. فما شاء الله عليه يعني بالنسبة لي أنا حاسة إن هو يعني كويس جدًا كمناعة، كوزن، كطعم اللحم كمان بالنسبة لي حلو أوي مش زفر زي ما الناس بتقول. كمان بالنسبة لي هو هادي وما لوش صوت عشان الناس اللي خايفة منه يعني إن هو يكون ليه صوت أو بيعمل إزعاج للجيران أو بيعمل إزعاج في البيت أو كده، لأ خالص هو ما لوش صوت خالص بالنسبة لي. بَط هادي زيه زي المسكوفي كده برضه، المسكوفي هادي جدًا يعني. لكن كمان الحاجة اللي خلّتني بصراحة كمان أجيب المولر إن هو حتّة الافتراس اللي موجودة في المسكوفي بشكل كبير جدًا، فهي مش موجودة في المولر إلا حاجة بسيطة أوي يعني تكاد تكون معدومة. يعني هم الحمد لله اللهم بارك لحد دلوقتي ما فيش أي مشكلة خالص. المسكوفي لمّا باجيبه وبابقى حاطّة له كمان اللي هو الفيتامينات والأملاح المعدنية وكده، كده العلف ما نقدرش نقطعه من أي نوع بط يعني، لكن برضه بيحصل فيه افتراس ويفضلوا ينهشوا في بعض. لكن أنا عندي البط المولر هنا اللهم بارك بصراحة يعني زي الفل. فخلّيني النهارده بقى أقول لكم في الفيديو ده إزاي تربوه من عمر يوم لحد ما تيجوا تذبحوه إن شاء الله بإذن الله على رمضان، ياكل قد إيه بالضبط عشان تبقوا حاسبين يعني التكلفة بتاعتكم، وياكل في وقت قد إيه، وياكل إيه بالضبط، وإزاي تربوه وتستقبلوه على إيه. كل حاجة بالتفصيل هتلاقوها موجودة في الفيديو ده عن البط المولر. لو حابين إن أنا يعني أعمل لكم فيديوهات تانية عن أنواع تانية من البط فما فيش مشكلة خالص، يعني قولوا لي وأنا معاكم في أي حاجة أنتم تطلبوها مني، أنا عينيا يعني ليكم كلكم يعني إخواتي وحبايبي وصحابي. زي ما قُلت لكم البط ده عُمر شهر ونُص، البط ده أنا باربيه في البطارية اللي أنتم شايفينها دي لحد عُمر الدبحة، عشان ده بييجي لي سؤال كتير جدًا، كل مرّة أنزّل فيها فيديو عن البط في البطارية، فبيسألوني أنا باربي في البطارية دي لحد عُمر الدبحة، وإن شاء الله مطلوب مني كتير أوي، يعني حبايبي ومتابعيني طلبوا مني إن أنا أعمل review عن البطارية. فإن شاء الله يا أصدقائي هاعمل لكم review قريب جدًا، جدًا عن البطارية البلاستيك دي. أنا البطارية دي ربيت فيها كل حاجة، فإن شاء الله بإذن الله هاخلّيها بس إيه في فيديو منفصل بلاش نتكلّم عليها النهارده، خلّينا بس كده نتكلّم عن البط المولر. البط المولر ده عُمر يوم أنا قُلت لكم إن أنا جِبته وأنا عملت معاه إيه لحد ما وصل لعُمر شهر ونُص. أنا استقبلته على معلقة عسل أسود، ده أول يوم أنا جِبته فيه، وكنت مشغّلة اللمبة الصفرا ومدفيّة المكان، المكان نضيف وجاف ولازم الفرشة تحتهم تكون جافة، دي أهم حاجة عشان ما ييجيلهمش كُساح، لإن ناس كتيرة برضه بتشتكي البط بتاعنا بيعرُج. فأنتم يا جماعة تاخدوا بالكم برضه من موضوع الإسهال، لإن لمّا بيقعدوا برضه على مكان يكون فيه مَيّة كده كتير ممكن لا قدّر الله ييجي لهم إسهالات، والإسهالات بتعمل برضه يعني عَرَق في الرجلين أو بتعمل كُساح بيسموها. خلاص مع طبعًا بعد كده تحصين زيه زي أي كتاكيت بتجيبيها زي الكتاكيت البيضا كده بالضبط أو الساسو أو كده. كنت جايبة معاهم تحصين من المكان اللي أنا جايباه منّهم، فبادّيهم المضاد حيوي معوي تنفُّسي لمدة 3 أيام أو لمدة 5 أيام. بعد كده بقى أنا بدأت أحُط إيه، معلقة عسل في المَيّة، بدأت أحُط
مثلًا معلقة خل كده كل فترة كبديل لمضاد سموم، بصراحة ما حطيتش أي حاجة تاني، علف ومَيّة وبس، وطبعًا ما ننساش إن المَيّة تتنضّف على طول، على طول السقاية طبعًا أنتم عارفين أصلًا كده البَط عكّاك، بس عايزة أقول لكم والله المولر يعني برضه زي البَط المسكوفي كده بَط نضيف، غير البَط مثلًا البكيني أو اللي هو الشرشيلي ده أو الفرنساوي الحاجات دي بتبقى يعني عكّاكة أوي كده في البتاع وبتبهدل الدنيا جامد، لكن الحمد لله يعني البَط المولر نضيف شوية، هو بس بَط جبان بيخاف أوي، أوي، يعني هو دلوقتي عايزة أقول لكم إن هو كان بياكل وكان بيشرب يعني لإنه كنت لسه حاطة يعني مغيّرة لهم المَيّة ومنضّفة مكانهم وكده، لكن أول ما لقاني إن أنا يعني باصوّر وقريّبة والكاميرا قريّبة، فهو خاف وبعد عن الأكل والمَيّة، هو بيفضل كده لحد أمّا أنا أبعد يبتدي هو ياكل ويشرب، فما عرفتش أصورهم لكم بقى وهو بياكل ويشربه، إن هو بَط جبان جدًا، معروف البَط المُولَر إن هو بَط جبان، بيخاف أوي يعني. فخلّيني بقى إيه، خلّينا بقى نكمّل، فخلاص أنا بقى إيه، حطيت لهم علف، العلف اللي هو أول ما جِبتهم العلف اللي هو البادي اللي هو تركيز 23% ده بيتحط لمدة 3 أسابيع أو شهر، فأنا حطيته لهم لمدة شهر، أنا باحب أدّي الطيور حقّها في كل نوع من أنواع العلف أو بمعنى أصح في البروتين بتاع العلف يعني العالي ياكل ويكون جسمه كده يعني اتأسس صح. علف صافي لمدة شهر اللي هو العلف الصغير السمسم اللي هو تركيز 23% اللي هو البادي، بعد كده بدأت أخلّط لهم الاتنين على بعض النامي، أنا عايزة بس أورّيكم هنا إن المكان اللي أنا وريته لكم ده اللي هو المفروض إن هي علّافة من برّه، ده اللي أنا حاطّة لهم فيه المَيّة، عشان يعرفوا يعني إيه يشربوا منها ما ابقاش حاطّة حاجة جوّه واخدة مساحة. فخلّينا بقى نكمّل في تربية البط المولر، فبس بعد كده بعد الشهر بقى بدأت أخلّط لهم العلف اللي هو التركيز 23 على العلف اللي هو التركيز 21%، وباحُط بس من كل فترة كده بواقي أكل البيت مش بواقي الأكل اللي هو الأكل، لكن بواقي تنضيف الخضار. فاهميني إزاي؟ عشان أنا بصراحة خايفة ييجي لهم إسهالات أو حاجة زي كده، الإسهالات بتقلِّل أوي في الأوزان بتطوّل معايا أوي في الوقت، ف ولو إن هي طبعًا كل حاجة طبعًا وليها علاجها وكل حاجة، بس أنا عايزة أقول لكم يعني بصراحة البط المولر علشان تجيبوا منه وزن يبقى علف، يعني أنا مش هاقول لكم أنا باحط لهم خلطة أو أي حاجة، هو علف صافي البط المولر، علف صافي، ممكن بقى قبل الذبح تغيّروا بقى عشان عايزين تغيّروا مثلًا الطعم من العلف ده مثلًا وزفرته وكده، بنخلّط بقى ممكن نحط دي شيشة اللي هي الذرة يعني المدشوشة على طبعًا العلف ما نقطعهوش خالص، على علف، على عيش مكسّر، على مثلًا كسر فول. برضه بتربّي لحمة وفي نفس الوقت برضه بتغيّر الطعم، لكن عايزين تاخدوا وزن على وقت قليل لو أنتم مش فارق معاكم موضوع الوقت وهتطوّلوا فيه، فماشي ما فيش مشكلة أكلوهم بواقي أكل البيت برضه مع العلف، يعني العلف ده ومع طبعًا الخلطات بقى اللي هي زي ما قُلت لكم هتحطّوا عيش، على فول، على شيشة، على العلف، على ذرة، خلاص؟ ده الأساس إن هو لازم يكون فيه علف، لإن العلف هو فيه المكونات اللي بتمنعهم برضه إن هم ييجي لهم حتّة ظاهرة الافتراس دي. ف البط المولر بقى يعني هتذبحوه مثلًا بعد قد إيه، هو دلوقتي عمره أهو شهر ونُص، هو المفروض علميًا 70 يوم، من 60 ل70 يوم، أنا ساعات باذبح على شهرين وبيجيب وزن حلو على حسب الوزن اللي أنا عايزاه لو أنا مستعجلة يعني، لكن هو الأحسن إن أنتم تسيبوه لحد 90 يوم، فأنتم كده حلو أوي لو أنتم هتجيبوا كده من دلوقتي هتبتدوا خلاص إحنا داخلين على أول 11 يبقى 11، 12، و1 شهر 1 رمضان كل سنة وأنتم طيبين يا رب وبألف صحة وسعادة. هييجي في شهر 2 بإذن الله يبقى يا دوبك أوي البط المولر هيجيب معاكِ وزن حلو أوي ويكون نشف ويكون لحمته جميلة وحمرا، هي بتبقى شبه لحمة الجزار بالضبط والله يا جماعة، يعني ما أعرفش أنا بافضّله بصراحة ولحمته طرية ما بتبقاش ناشفة، أنا ما باحبش اللحمة اللي بتشد، فاهميني إزاي؟ فلحمته حلوة يعني، فيا دوبك دوّة على رمضان هيكون زي الفل، ولو اتأخرتوا كمان برضه هو ده برضه حلو برضه إن أنتم تجيبوه على رمضان، بس نصيحة ما يتسابش بعد ال90 يوم، أقصاه ال90 يوم، يعني هو من 70 ل90 يوم، ليه؟ لإن هو ممكن يوصل معاكم كمان يعني ال4 مثلًا كيلو ونُص أو 5 كيلو، وفي ناس يعني جابته بالتجربة وكاتبين في التعليقات يعني عندي، إن هم وصل معاهم لأوزان ما شاء الله مثلًا 6 و7 كيلو، ولمّا اتساب هو بيخس معروف، البط المولر مش تسيبيه تفتكري إن هو وزنه هيزيد يعني، لأ بالعكس خالص، هتسيبيه وزنه هيقل، فما يزيدش خالص عن ال90 يوم، ده أقصاها يعني كده هتلاقي إن هو تقِل خلاص معاكِ واستوى ونشف وبقى زي الفل اللي أنتِ تقدري كده إيه، تدبحيه، فممكن يوصل معاكِ كمان ل5 و5 ونُص، ده البط المولر المحلي، البط المولر بقى المستورد اللي هو بعين حمرا ده اللي أنا مش بالاقيه عندي خالص وما جبتوش قبل كده على فكرة، لإني برضه مش بالاقيه في المكان اللي أنا فيه خالص، ده طبعًا وزنه بيبقى أعلى بكتير، لكن من تجارب الناس اللي جابته وعلّقوا لي يعني حبايبي ومتابعيني برضه كلنا بنستفاد كده من بعض، إنه بيبقى زفر شوية عن يعني طعمه شوية مش حلو زي البط المولر المحلي.
ده كانت خلاصة تجربتي أنا، وأنا هاكمّل معاكم طبعًا برضه بقية الدورة، هو لحد النهارده كده عُمر شهر ونُص، لسه أنا هاسيبه بقى تاني مثلًا لل70 يوم أو 90 يوم على حسب بقى ما الوزن يجيب معايا، وعلى حسب ما أنا هاشوف بقى هاشد كده ريشة من الجناح واشوف لو ما فيهاش دم يبقى كده خلاص هو نشف، واشوف بقى هاذبحه وابتدي أجيب غيره تاني، لإن لسه طبعًا بدري برضه شوية كده على رمضان، وابتدي أجيب غيره تاني ونكمّل برضه مع بعض. خلاص دي كانت خلاصة تجربتي النهارده، وده يا جماعة البَط اللي أنا جِبته السنة دي علشان رمضان، هو البَط المولر. عايزين نعمل لكم أي فيديو تاني عن أي نوع من أنواع الطيور أو البَط، قولوا لي بس في التعليقات وأنا عينيا ليكم، أنا مش هاتأخر عن أي حد خالص. الناس اللي حابة تجيب مسكوفي هننزّل برضه فيديو تاني مخصوص برضه للبَط المسكوفي، أو لو حابين برضه إن إحنا نقارن تاني ما بين البَط المولر والبَط المسكوفي عشان تعرفوا إن أنتم تختاروا بالضبط يعني أنهي نوع بَط بالضبط الكويس، فتمام خلاص أنا معاكم إن شاء الله بإذن الله، اكتبوا لي بس اللي أنتم عايزينه كلّه في التعليقات. ما ننساش بقى إيدينا كده يالّا على اللايكات وعلى الشير، شيرك يفيد غيرك، وادعموني كده لو أنتم بتزوروا عندي القناة لأول مرّة، ده شيء طبعًا يسعدني ويشرّفني إن أنتم تشتركوا في القناة عشان بس كمان ما يفوتكوش كلّه جديد، لإن إحنا على طول بننزّل فيديوهات إن شاء الله هتعجبكم جدًا في تربية الطيور في البيت، يعني إن شاء الله هتستفادوا. نوروني كده وشرفوني، ودوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زر الجرس للكل، علشان ما يفوتكوش أي حاجة، أشوفكم على خير إن شاء الله، ما تزعلوش مني لو كنت طوّلت عليكم الفيديو شوية، لكن أنا حاولت يا جماعة إن أنا أفيدكم على قد ما أقدر، وأنا عارفة إن أنا كمان ما اديتكوش النهارده كمان كل حاجة بالتفاصيل أوي، 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 بس عشان الناس اللي أول مرّة تربي حرام إن هي يعني تضيّع فلوسها من غير ما تكون فاهمة بالضبط هي بتعمل إيه. خلاص عشان بس ما تجيبش كده طيور وترميها وخلاص، لأ أنا يعني باحاول إن أنا أفيد الناس على قد ما أقدر، وإن شاء الله بإذن الله كلكم يا حبايبي تكونوا استفدتوا، أشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.